والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عنه عن إسهالات الصيف وعلاجها بسهولة جدا، والحالات اللي يعني بتلبخ كتير من الهواة. الإسهالات وتغير الحمام وإجهاد الحمام وكماشين الحمام في فصل الصيف، وخاصة فجأة فرد من غير أعراض تطلع تلاقي فرد كان إسهالات الدنيا ملخبطة معاه. طبعا كتير جدا يقول لك قد بقى علاج للسالمونيلا، قد علاج للكوليستريدا للكنكر وغيره الاسهالات. يعني بيدمر فرد الحمام، والفرد الحمام بيكون علاجه بسيط جدا، وده نتيجة للإجهاد أو الاحتباس الحراري. مش بس كده، العلاج اللي جايبه لك النهارده هيفيدك في علاج السالمونيلا وكل الامراض المعويه والامراض الغامضه، وهو بيكون اللغز والتكه في شفاء فرد الحمام. لان علاج اللي جايبه لحضرتك النهارده علاج بشري يعتبر للإجهاد الحراري ورافع مناعة في نفس الوقت، وسحر لكل الإسهالات، يعني إسهالات في فصل الصيف. وهنقول لك تستخدمه ازاي مع العلاجات، وهنقول لك تستخدمه ازاي في الصيف. بس قبل ما نتكلم عن عنوان حلقتنا النهاردة، عايز بس أذكر كل الهواة اللي بيسمعوني دلوقتي. طبعا في حالات كتير جدا عند ناس نشرنا حمام مات وحمام بفلوس. طبعا ده نيوكاسل يا جماعه، لان احنا في يومين النيوكاسل والامراض الفيروسيه. الناس هترد عليا وتقول لي ما انا محصن وجالي كده برضه. هقول لك انت اتحصنت بطريقه خاطئه. اول هام يا جماعه، بس عايز الفت نظر حضراتكم لحاجه مهمه جدا، واللي ناس كتير ما بياخدوش بالهم منه. علبه التحصين اللي هي بتاع نيوكاسل ما ينفعش تشتري منها قطاعي. يعني ما ينفعش تروح لدكتور بيطري تقول له هات لي 10 سم او 20 سم. المعلومه اللي يمكن انت اول مره بتسمعها ان فعاليه العلاج اصلا هو 6 ساعات. يعني انت مجرد ما بتجيب علبه العلاج استخدمها 6 ساعات بتكون خلاص، بعد كده ملهاش اي تاثير ولا اي فعاليه. دي حاجة علمية لازم تكونوا واثقين منها. ومش هنا بس اللي بقول كده، ده كل أبطال العالم والبيطريين اللي عندهم خبرة في مجالات علاجات الحمام يعرفوا المعلومة دي. لازم تجيب العلبة مدة صلاحيتها كويسة وتستخدمها في خلال 6 ساعات تحصن حمامك. طيب أنا يا عم عندي حمام قليل، هجيب علبة ازاي؟ وصلت ثمنها النهاردة لمبلغ كبير. هقول لك اشترك انت وثلاثة او 4 اصحابك وجيب العلبة وحصن في نفس ويحصنوا في نفس الوقت. يعني مثلا جبت العلبة، صاحبك ده عايز 20 سم يسحبهم بسرنجة ويحصن فوري، وهكذا وهكذا وهكذا. او حد متخصص يجي يحصن لكم كلكم، ده تحصينه مثلا وده. بس انا بفضل وانا بعمل كده شخصيا، بنجيب الازازه وبنقسم احنا وثلاثة اربعة كده. دي نقطه. طيب هل كده انا بقيت سليم؟ لا، في نقطه بقى ولغز تاني ما يخطرش على بالك. هو ايه؟ هو عشان تحصن النهارده لازم تعيد التحصين بعد شهر وبنفس النظام. ما ينفعش تجيب ما تجيبش مثلا علبه وتحطها في الثلاجه عندك تحصن وتسيبها تقعد بقى تسحب منها. في يا جماعه علاجات او ادويه نظامها كده زي تحصين الجدري، هو ده نظامه كده. للاسف الشديد بقى في ناس تقول لك ده انا جايب على قد حمامي 30 سم 40 سم وحصنت. لا، انت كده ما حصنتش حمام. طيب هو التحصين مهم يا جماعه، مهم جدا. طب ما انا ما حصنتش وما جاليش نيوكاسل. واحد هيرد عليه يقول لي كده، هقول لك دي حاله نادره، وممكن برضو حمامك مناعته كويس. بس برضو يعني مش بس الطيور زي ما قلت، كل الحيوانات الاغنام النهارده لازم تحصينات يا جماعه. دي نقطه لازم نخلي بالنا منها. يبقى التحصين النيوكاسل لازم في خلال 6 ساعات تحصن، ولازم تكرر كمان جرعه بعد شهر. وخلي بالك الفرد الحيواني اللي بتحصن سنه واتنين بعد كده ممكن ما يقعدش تحصن. لو بقى كبير وتجرع جرعتين 3 او سنتين مع بعض، خلاص الموضوع بقى سهل. فاحنا بنركز يا جماعه على الحمام الزغلول والشباب. طيب وقت تحصين الزغلول امتى؟ بعد الفطام. بعد الفرد الحمام هيبقى عمره شهر، طبعا بتدي 3 ايام كنكر تحصين، وبريح يومين 3 وبشتغل رافع مناعه وبحصنه. التحصين 3 شرط تحت جلد الرقبه. في ناس بتدي نص سنتي، مفيش مشكله، ادي نص سنتي لو الحمام عندك متائل او يتحمل. طيب الفرد الشاب احصنه، لو انا محصنه زغلول احصنه امتى؟ بعد 6 شهور برضو من التحصينه الاولى. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه.
زي ما قلت لحضراتكم التوعية مش ان انا اعمل فيديو اقول العلاج ده بيعالج كذا والعلاج ده بيعالج كذا واغير واكتر والبخ الناس بادوية كتير جدا وهي اصلا كلها واحد ونفس المادة الفعالة. لا يعني التوعية الحقيقية والإفادة للهاوي هو الحاجات دي لازم نخلي بالنا منها ونوصلها للهاوي بسلاسة. طيب يعني عنوان حلقتنا النهاردة هو لما تطلع فصل الصيف تلاقي الفرد الحامي عندك كمشان وإسهالات، اوعى تخاف، اوعى تدخل بأي علاج، ده بيبقى إيجاد حراري أو احتباس حراري. علاجه إيه؟ طبعا في بدائل كتير جدا، مش عايزين برضو نشكك في اي حاجه، بس انا شخصيا يعني اكتشفت، ومش انا اللي مكتشفه، ده هاوي مش عايز اقول لحضراتكم عنده حوالي 80 سنه هو اللي قال لي عليه، وفعلا جربته لقيته سحر، واسال مجرب زي ما بيقول المثل. دي حاجه يا جماعه اسمها بوتارينو. البوتارينو ده يا جماعه ده محلول معالجه جفاف ممتاز جدا مع رافع مناعة. محلول معالجة جفاف بشري ممتاز مع رافع مناعة. بوتارينو دي شكل العلبة عشان الناس اللي بتبقى تحب يعني تاخد سكرين شوت. وديت العلاج يا جماعة، ده محلول معالجة جفاف مع رافع مناعة ممتاز جدا وعن تجربة. بستخدمه ازاي؟ بستخدم 10 سنتي منه على لتر مية، 10 سنتي منه على لتر مية بفضل الله. لو عندك الحمام اجهد في الصيف واسهالات بدون اي تدخل علاجي، فرد الحمام فضلاتها هتبقى ممتازة، الصحة هترجع كويسة، الفورمة هترجع كويسة، وتستخدمه يوم لثلاث ايام. وانا بقى شخصيا لما بلاقي فرد الحمام تعبان ومجهد فصل الصيف حتى لو ما عندوش الاعراض، انا بدي منه يا جماعه يعني يومين ورا بعض كده. لما الاقي درجه الحراره عاليه ابدي يوم كده، يعني ممتاز جدا يا جماعه بدون اي اعراض جانبيه. بيمد الحمام بالسكريات والاملاح والزنك ومجموعه فيتامينات. يعني عايز اقول لك برضو ان هو في فيتامين سي، يعني عايز اقول لحضرتك ان هو برضو حاجه بتغنيك ما تشتتش نفسك. ودايما المكمل بينفع ما بيضرش، دايما المكمل بينفع ما بيضرش. البوتارينو علاج بشري من اي صيدليه بشريه تحت بيتك، ثمنه 50 جنيه، وازازه كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفينه. الاستخدام بقى الاجمل للبوتارينو دي يا جماعه، وده اللي جربتها ويعني ما شاء الله وسحر، ولا تنسوني من الدعاء. لما بيكون عندي فرد حمام بعالجه سالمونيلا او كوليستريديا او كوكسيديا او اي مشاكل معويه او حتى امراض تنفسيه، الفرد الحمام طبعا بيخس وبيبقى عنده شقفه. طيب انا بدي علاج والمناعه بتقع، ما هو اي مضاد حيوي واي حاجات من ديت ما بتوقع المناعه. طيب انا اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ عايز الفرد الحمام يسند معايا وياكل ويشرب ويبقى كويس وانا في فتره العلاج. بدي مثلا الصبح علاج، بعد ساعتين بدي سنتي مباشر للفم بوتارينو، بدي سنتي مباشر للفم بوتارينو. الجرعه دلوقتي بعد ساعه بدي بوتارينو، بدي مثلا الجرعه تانية بالليل، بدي بعدها بساعه، يعني يومين مرتين في اليوم، مرتين في اليوم بوتارينو. بيعمل ايه ده؟ بيساعد في الاسهالات، بيعوض الحمام عن الاملاح والسكريات، لان الاسهالات ديت بتهبط الفرد الحمام وبتقلل السكريات من جسمه والاملاح والكلام من ده. انا دلوقتي بدي العلاج وفي نفس الوقت برفع مناعته، وبدي معوض للاسهالات اللي الفرد الحمام بيجهد بها والاملاح والسكريات. فده يا جماعه بيكون لو الفرد الحمام بياخد علاج ونسبه شفائه 50% بفضل الله، ده بيخليها 100%. لو الفرد الحمام فعالية العلاج 50%، ده بيخليها 100%. لأن ده يا جماعة يعني معوض ورافع مناعة. وزي ما قلت لحضرتك العلاجات سهلة جدا ان انا اعالج فرد الحمام، الصعب ان انا اشخص الفرد واعرف هو عنده ايه ومحتاج ايه. كتر العلاج وكتر تشتت العلاج، وان انا اعمل فيديو كل شوية اجيب علبة علاج لون مختلف عن التاني واشتت المبتدئ واشتت الهوى، هي اصلا نفس المادة الفعالة بتاع 20 فرد علبة علاج، ده غلط. انا بضر الناس مش بوعيهم. انا عايزك تفهم وتعرف انت بتدي ايه للحمام.
لان انا شفت اكتر من هاوي عنده 5 علب علاج كلهم ماده فعاله واحده. شفت اكتر من هاوي عنده 5 علب علاج للسالمونيلا نفس الماده الفعاله، للديدان نفس الماده الفعاله. فيا ريت، لان في مبتدئ بيسمعنا، وفي مبتدئ ما عندوش خلفيه، وفي راجل محترف ممكن ياخد من الفيديو بتاعنا كله نقطه واحده بس، اما في مبتدئ بيبقى محتاج الفيديو كله وبيمشي وراه. دي كان عنواننا النهارده يا جماعه، البوتارينو 58 جنيه. ممتاز جدا فصل الصيف للايجاد الحراري والاحتباس الحراري والامراض والاسهالات الغامضه. ممتاز جدا برضه في المشاركه في علاجات الامراض المعويه والسالمونيلا وغيره، لانه رافع مناعه ومحلول معالج جفاف سكريات واملاح وفيتامين سي وزنك ومجموعه فيتامينات. 58 جنيه من اي صيدليه بشريه، ولا تنسوني من الدعاء. لو محتاجين اي حاجه نتكلم عنها اكتبوا لي في التعليقات، تحت امر الجميع. وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، وما تنساش تشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.